عليك لحسنتي كزير عضو بالمجلس الإقليمي لحسنتي كزير عضو بالمجلس الإقليمي لشتوكايت بها. اليوم انعقدت الدورة الاستثنائية بمقر عملة شتوكايت بها، والتي تمت دراسة مجموعة من النقاط كان أهمها التداول حول برنامج عمل المجلس الإقليمي لفترة 2022-2027. ربما لم يحالفنا الحظ لدراسة هذا البرنامج هذا بما تقتضيه الظرفية 3 دقائق كما قال الرئيس لتطبيق النظام الداخلي، وهنا نستغرب أشد ما يكون الاستغراب تخصيص 3 دقائق لمناقشة برنامج عمل الذي يتوفر على أزيد من 300 صفحة في 3 دقائق. وهذا البرنامج عمل هي وثيقة يشتغل عليها المجلس الإقليمي في ضبط الولاية وتهم التنمية في ربوع الإقليم جبلا كان أو سهلا بمعدل 22 جماعة. احنا كفريق الاستقلال في المجلس الإقليمي اللي فريق ديال المعارضة اخترنا أن نصطف في المعارضة رغم جميع الإغراءات وإلى ما ذلك. اخترنا أن نكون صوت الجماعة الترابية لكي تعم تنمية شمولية لا تنمية جزئية أو تنمية تقطيعية. لنتفاجأ في أثناء الدورة أن الرئيس في كل مداخلة أنا شخصيا للدفاع عن مصالح كل جماعة وصفني بأنني محامي الجماعات الترابية بالإقليم، وهذا شرف وفخر الانتماء للإقليم شتوكايت بها أن أكون أعرض ربي أن أكون مدافعا عن كل جماعة في ربوع المملكة في ربوع الإقليم 22 جماعة. وهذا يعد فخرا لحزب الاستقلال، حزب الاستقلال الذي ولد من رحم الشعب، حزب الاستقلال الذي هو صوت الشعب. في بداية الدورة ناقشنا مجموعة وما في هذا اللقاء الصحفي أن الرئيس أعطى أوامره للموظفين للتشويش على هذا اللقاء الصحفي، وهذا يدل على أشياء أخرى. إذن رجوعا إلى موضوع الدورة، تخللت الدورة مجموعة من الاتفاقيات الشراكات ومجموعة من الجماعات فيها مسالك طرقية، الصيانة، بناء قناطر على مستوى الجبل. احنا ننوه كفريق ديال المعارضة ننوه بهذه الاتفاقيات هذه ونخرطنا فيهم بشكل إيجابي، بل طلبنا أكثر من ذلك، طلبنا أن تكون مساهمة المجلس الإقليمي مساهمة قيمة، وأن لا تكون عبارة عن قشور أو عبارة عن طابع أو كرشي يشارك به المجلس الإقليمي في مختلف الاتفاقيات. ربما القانون قام بإجراءات إذعانية في حق الجماعات الترابية. جماعة ترابية تتوفر على اعتمادات مالية ليس من حقها أن تقوم ببناء الطرقات والقناطر إلا في حالة الاختصاص مع المجلس الإقليمي. إذن هذه مجموعة من النقاط التي تم التداول بشأنها وتم اتخاذ المقررات التي قد تساهم في تنفيذ هذه الشراكة التي قد تساهم في تنفيذ وإنجاح هذه الشراكات. ربما هناك مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تحقيق مجموعة من الاتفاقيات، إلا أن المجلس الإقليمي لا زال يصادق على مجموعة من الاتفاقات أخرى، وهذا يطرح أكثر من إشكالات. ربما في المجالس الإقليمية الأخرى كتكون عندنا بنك من الدراسات، ولكن في المجلس الإقليمي شتوكايت بها ربما ستكون عندنا بنك من الاتفاقيات بدون تمويلات، وهذا في حد ذاته خرق صارخ للقانون. احنا نثير انتباه الرأي المحلي والرأي ديال الإقليم شتوكايت بها أن المجلس الإقليمي يعرف كثيرا من التعثرات والإكراهات مالية كانت. لهذا دعونا السيد رئيس المجلس الإقليمي للقيام بترافعات على مستوى القطاعات المركزية، وفي الأخير لا يجب أن نغفل الدور ديال السلطة الإقليمية. وهنا أوجه الشكر والتنويه باسم الفريق الاستقلالي السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم شتوكايت بها، الذي لا يدخر أي جهد في الدفع بعمليات التنمية أو بعجلات التنمية. ربما احنا تنعتبروه قبل ما يكون عامل صاحب الجلالة فهو مواطن يسهر على الأمن ويسهر على التنمية الشمولية بالإقليم، وهذا أمل لنا. بل احنا في إقليم شتوكايت بها نفتخر برجل سلطة من النوع ديال السيد عامل إقليم شتوكايت بها، وهو نموذج لتكريس المفهوم الجديد للسلطة. رجل سلطة يتميز بالقرب
ناموس التنمية يصاحبه في كل وقت وحين. وهنا نوجه الشكر الجزيل للسيد عامل الإقليم، كما لا تفوت منه الفرصة أن نتمنى الشفاء العاجل لأمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله وأيده. شكرا. بالنسبة للحضور الأعضاء، فعلا الحضور ديال الاعضاء كان حضور باهت، ولكن الاغلبيه ديال الاعضاء عندهم اعذار ومبررات. ربما المجلس قبل العديد من المبررات لانها مبررات تعتمد على شواهد طبيه. احنا بدورنا لكل عضو مبرره في ذلك، المجلس قبل المبررات، ولكن الغياب الذي يثير انتباهنا كثيرا بل في كل دورة نندد به هو الغياب ديال رؤساء المصالح الخارجية. رؤساء المصالح الخارجية في المجلس الإقليمي ديال شتوكايتباها عندهم عادة من الغياب دائما في كل النقط، بل نجدهم أنهم في النقطة تاع أوراش ملي تناقشوا النقطة تاع أوراش، وكما تتعرفوا أوراش هو مشروع ملكي، راه تغيبوا رؤساء المصالح الخارجية وطالبنا بإلزامية الحضور ديالهم والتقديم ديالهم المبررات على هذا الغياب هذا، حيث لا يستصاغ لا عقلا ولا منطقا نجيو نناقشوا مشروع ملكي وهذه المصالح الخارجية هم فاعلين أساسيين في هذا المشروع هذا، وأن يتغيبوا فهذا أعتبره أنا تقزيم لأهمية المجلس الإقليمي كمؤسسة منتخبة، وبالتالي تقزيم ديال المنتخبين اللي تنكونوا المنتخبين تنقولوا أن المنتخبين تيمثلوا المواطنين، إذا هذا تقزيم للمواطن داخل إقليم شتوكايتباها. بالنسبة للتصويت اش كيقول لك؟ هل كاين نص ديال الأعضاء ولا قل من النص؟ بطبيعة الحال في التصويت هناك اتفاقية شراكة، المشرع ينص على أن الاتفاقية الشراكة باش تكون سليمة وتكون مسطرة صحيحة يجب الحضور ديال نصف أعضاء المجلس زائد واحد، تكون نصف أعضاء المجلس زائد واحد في اتفاقية الشراكة لكي تكون سليمة وتكون مسطرة صحيحة. على برنامج التنمية الإقليمي اللي هو واحد خارطة الطريق كما تعلمون، اللي فيه واحد المصفوفة واحد المشاريع التي يعتزم إن شاء الله مكتب المجلس في تنفيذها وإخراجها إلى أرض الوجود. هذه الوثيقة التي بذلنا من أجلها مجهودا جبارا، الحمد لله وصلنا الآن إلى مرحلة المصادقة وبداية الأشغال الفعلية يعني لهذا المكتب الحالي. وكذلك هناك مجموعة من النقاط كذلك التي تهم الاختصاص الذاتي للمجلس الإقليمي اللي هو نقل مدرسي. قمنا بالمصادقة على اتفاقية شراكة تجمع المجلس الإقليمي لشتوكايتباها والوكالة الوطنية لتنمية المناطق الواحات وشجر الأركان، اللي كنشكرهم بهذه المناسبة. كنشكر السيد المدير العام لهذه الوكالة وكذلك السادة الموظفين اللي تعاونوا معنا في هذه المسألة هذه من أجل اقتناء واحد 17 حافلة نقل مدرسي مرة أخرى في هذه السنة. ولعلمكم كذلك أن السنة الماضية 2022 استفدنا من منحة فلونزوا كذلك في إطار اتفاقية شراكة الاقتنائية اللي مكنتنا من اقتناء واحد 11 حافلة التي سيتسلمها المجلس الإقليمي في القريب العاجل إن شاء الله. وبالتالي كذلك يعني النقاط المدرجة كذلك في هذا جدول الأعمال تهم كذلك اتفاقية شراكة مع مجموعة من الجماعات فيها أيتوا دريم سيدي عبد الله البوشواري وكذلك إمام قرن بحكم الاختصاص التي تهم إنجاز مسالك طرقية وكذلك بعض المنشآت الفنية في إمام قرن. وتترقى كذلك السادة الأعضاء إلى بعض المشاكل التي تعتري يعني خاصة يعني نقص الموارد الذاتية للمجلس وكذلك المساهمة ديالو في هذه المشاريع هذه، إلا أننا نؤكد لهم أننا نعمل في تنمية يعني المداخل الذاتية للمجلس. والحمد لله في هذه السنة حققت رقما قياسيا فيما يخص الموارد الذاتية، إلا أن العجز الحاصل دائما يكون في لا دوتاسيون داكتيفية هي اللي نقصت تقريبا واحد 57% مقارنة مع سنة 2019، وهذا راه راجع إلى يعني الضغط الحاصل على الميزانية العامة للدولة. ولكن دائما نطمح إن شاء الله أو نرى المستقبل بتفاؤل، ونشكركم كذلك كمنابر إعلامية لتتبعكم معنا أطوار هذه الجلسة. شكرا.